القصه تاعنا تاع اليوم كتبدا مع واحد الدري كيبان لينا بلي هشا قور كبير وجاير واحد الخروفه. هاد الخروفه اللي كتشوفوا تاع خوه الصغير هيرني، مده طويله هو مربيها وعزيزه عليه بزاف، ولكن خوه الكبير مسخوط ما في قلبه رحمه. هز داك الشاقور وهبط ليها على راسها قتلها صفاها ليها. شويه كيبان لنا خوه الصغير جايب واحد الكواس كيدور كيقلب على الخروفه تاعو، فينا هي ما بانتش ليه. بدا كيدور في الجرده ما بان ليه والو. شويه قال غندخل الكوري نشوف على الله تكون تماك. دخل كيقلب تماك في الكوري، كيقلب هكا وهكا حتى غادي يبان ليه واحد الوحش كبير، وحش عملاق خارج ليه. شنو هو هادشي هذا؟ الدري باقي صغير ما عارف والو، غادي يبدا كيغوت على جهدو. شويه غادي نعرفوا باللي غير خوه الكبير اللي قتل ليه الخروفه. من بعد ما قتلها سلخها ولبس الصوفه تاعها. انغوس خو الكبير المجرم اللي قتل ليه الخروفه غادي يمرض خوه الصغير. هيرني من داك النهار غادي يولي مريض، ما كيحملش الخرفان وكيخاف منهم. غادي دوز تقريبا لمده تاع 12 عام. هيرني الدري ولا كيخاف من الخرفان، ما بقاش عايش تماك، هرب من بعد ما باه مات. غادي يولي غير خوه الكبير اينغوس هو اللي مقابل ديك الفيرما، ومع خونا مجرم وحمق غتولي كيدير فيها تجارب اللي خطيره باش انه يكثر عدد الخرفان وبيعهم بثمن قليل. من بعد 12 عام المجرم تاع خوه الكبير انغوس غادي يكبر، غادي يولي تقريبا عنده 40 عام، والسيد ولا مجرم ولا تيجي تجارب خطيره على الخرفان باش انهم يطلع الخرفان ويسمنهم ويغلطهم بثمن رخيص. جاب بزاف تاع الباحثين وتاع العلماء باش انهم يديروا تجارب عنده في الفيرما، وهذا الشيء بدا كيتفضح بزاف مؤخرا. هذا الشيء اللي خلى واحد جوج تاع النشطاء بيئيين يجيو يطلوا تماك ويشوفوا اش واقع ومخروا شي عينه من دوك التجارب اللي كيديروا. غادي نطيحوا في واحد جوج تاع الناشطين بيئيين جاو تماك. البنت سميتها اكسبيرينس. هاد الجوج زعموا بزاف، قطعوا كاع ديك الغابه اللي كاينه تماك ووصلوا حتى للفيرما تاع انغوس. من بعد ما وصلوا غتبان لهم بزاف تاع الباحثين تماك لابسين طوابليات بيضين وكيهزوا في شي حوايج. اكسبيرينس هازت الكاميرا وكتصور، غتزومي وغتقول ليه هذه هي الهمزه تاعنا، هذوك عينات من داكشي اللي كيديروا، خاصنا نخرج لهم شي وحده باش نفضحوهم. صاحبها اللي كان معاها كرانت بقى سامر تماك وصابر حتى دوك الباحثين توضروا. كل واحد فين مشى غادي يحنقص الشبيك وغادي يتم غادي كيجري، غادي يهز قرعه من هذوك اللي كانوا تماك وغادي يرجع عندها. ولكن واحد من دوك الباحثين غادي يشوفوه وغادي يتموا كاملين تابعينهم في الغابه. تسمع ما كاين غير عفط بجوجهم عافتين في ديك الغابه، والباحثين واخا هكا كانوا زعما عاطينها غير الخدمه كانوا كيجريو، قدروا انهم دغيا يقربوا ليهم. اكسبيريونس غادي تفشل، غادي تعيا، غادي تلاح في واحد البلاصه تماك وغادي تخبى وما غادي يشوفوهاش. جراند في واحد الوقيته غادي يفشل، رجليه فشلوا ليه بزاف، غادي يزلق وغادي يطيح، والقرعه اللي كان هاز معاه ما ردش ليها البال، طاحت في الارض وتهرسات. بقى مكسل تما كيستراح تيقول على الله دوك الباحثين ما يضربوش عليا ما يشوفونيش. هو ناعس مكسل كيحس بشي حاجه كتلعب ليه فوق ظهرو، غادي يدور وجهو حتى غتبان ليه واحد الخريفه صغيره فوق ظهرو. ولكن هذا راه ماشي خريف، هذا راه وحش. غادي يتم غادي ليه ديريكت الوجينات. اللحيمه رطبه مع داك الخروف ما تياكلش العشب، كياكل اللحم. طاح ليه ودنيه وعضها ليه. غادي ينوض هو كيغوت على جهدو، ولكن ديك الخروفه الصغيره بقات قابضه ليه في ودنيه. كيجي المستحيل باش ديك الخريفه الصغيره تحيد ليه من ودنيه، ولكن عضات ليه على ديك اللحمه ما باش تطلق، بانت ليه بلي رطبه وبنينه. في الاخر غادي يلقى الحاجه الوحيده اللي يمكن ليه يدير باش يتخلص من هذا المنتيف اللي عاط ليه في ودنيه هو انه يقطع ديك الودن. سامح في ديك الودن وقطعها ولاح ديك الخريفه. جراند غادي تلاح هو سخفان ما قادش انه يتحرك، وديك الخريفه الصغيره كانت ديك الودينه وبدات غاديه كتحرك كتقلب على شي لحيمات. شويه غادي يبان ديك الخريفه تحركات، بدات غاديه مشات، وجراند بقى بلاصتو وكيحس براسو بانه ماشي هو هذاك. غادي يولي بحال شي متوحش بياكل اللحم، بدا كيشم بان ليه بلي اللي حت اللحم كاينه شي بلاصه تماك، حتى غتبان ليه واحد القنيونه كدور ما غادي يحسش براسو حتى غادي يطلع عليها وغادي يبدا كياكل فيها. بدا تيخشي في وجهو تيخشي في وجهو. في هاد الوقيته كانت ديك الخريفه الصغيره اللي عضاتو في ودنيه مشات لواحد الخلا. ديك الخريفه الصغيره غتبدا كتبعبع بحال شي خروف كبير، والخرفان كامل اللي كانوا تما غادي يسمعوها. واحد الخروفه تماك سمعاتها وتم جايه ليها، فاش شافتها صحابها وجبات حليبه غتقرب ليها. الخروفه غتمشي عند ديك الخريفه الصغيره بدات تشم فيها، هنا هي فاش غادي تعضها في نيفها. هادشي اللي خلى ديك الخروفه تهرب. ديك العضه غادي تدوخ ديك الخروفه، ما غتمشيش تريح مع الخرفان، لا غتبدا كدور تماك بحال تلفات. واحد شويه غادي يبان لنا هيرني هو وصاحبو راكبين في الطوموبيل. هيرني هو الدري اللي عنده رهاب من الخرفان، بطبيعه الحال باقي كيتخلع من الخرفان. صاحبو غادي يخرج وغادي يمشي يشوف ديك الخروفه، غادي يلقى بان عندها واحد العضه في نيفها والدم بدا كيسيل ليها. غادي يعيط على صاحبو هيرني انه باش يهزوها ويلوحها مع الخرفان، ولكن هيرني بقى بلاصتو زاكي ما تحرش، كيبان بانه باقي كيخاف وعنده رهاب تاع الخرفان. صاحبو غادي يلقى الحل الوحيد هو انه يجرها. غادي يحاول انه يبسبس عليها يجيبها، ولكن الخروفه كانت انها ما عادياش ما باش تحرك. الحل الوحيد لقاه هو انه يهزها ويجرها. واحد شويه غتبان لنا اكسبيرينس هازه واحد المكحله كتسول على صاحبها جراند فينا هو. كتقول لهم جراند فينا هو، انتما من الباحثين اللي كاينين في هذه الفيرما ولا اش؟ هيرني وصاحبو ما كانوش فاهمين اش
واقع هنايا كيجيبوا فيها وتيقولوا مال هادي هازه عنا هاد المكحله هادي وكتهدد فينا اش بات هاد الوقيته غادي يهزوا بجوجهم يديهم والخروفه اللي كان هاز غادي تهرب تمشي في حالها بجوجهم ما عارفينش اش واقع هنايا ولاش هادشي هز عليهم هاد المكحله اكسبيرينس غتعاود لهم اش واقع بلي كتقلب على صاحبها كران تبعوه شي باحثين وما عرفتوش فينا هو مع بيركبوا في الطوموبيله غتبان لهم باللي الدار اللي كانت قريبه ليهم شاعله فيها الدخان غادي يمشيو كيجريو ديك الدار باش انهم يطفيو العافيه حتى غادي يدخلوا وغادي يشدوهم الرعب غادي يتخلعوا غادي يلقاو بان الدم كاين في كاع ديك الدار بحال هنا وقعت شي جريمه اللي خطيره داخلين وهم مخلوعين خافوا ان شي واحد يكون تماك ويصفيها لهم كيعيطوا على مول الدار ما كاينش حتى شي واحد ما كاين في الدار اش واقع هنايا تعمل هاد الدم ولكن واحد شويه غتخرج ديك الخروفه اللي تلقاو الخروفه اللي تعضات في نيفه كتبان بانها خروفه زومبي كتاكل اللحم مع شافتهم بانت لهم باللي الهمزه هادي اللحم كاين الخير كاين غادي تطلع عليهم تبغي تعضهم تبغي تاكلهم ولا فيها واحد الجهد ماشي عادي الخروفه ما بقاتش عاديه ولا ديرها بحال شي وحش غادي تم جايه كتجري تبعاهم دغيا غادي تخشاو في واحد البيت وغادي يسدوا عليهم فاش غادي يدوروا وجههم غادي يتخلعوا غادي يلقاو بان مول الدار ميت مصفي وسط البيت مخشيين مخبين حتى ديك الخروفه غادي تجهل جهله وحده حتى كتضرب في داك الباب براسها حتى فرقعاتو وخرجات راسها وبغات تاكل اللحم صاحبي رني الشعير ما فكرش بان ليه الا خلى هاد الخروفات راه غادي تغدى بهم غادي تجبد ديك المكحله ما عندك اكسبيرينس وغادي يفرق على الخروفه راسها تيبان لنا باللي هيرني شدها القفقافه مخلوع ناعس في واحد البلاصه ما كاينش يتحرك تقول لهم واش مشات الخروف واش مشات ولا لا اكسبيرينس غادي تزعم وغادي تخرج ضربت ليله تماك حدا الدار حتى غتلقى بلي الخرفان كاملين تجمعوا على الدار كيبانوا بلي الخرفان عاديين وباقي ما ولاوش زومبي الشعير صاحبو غادي يخرج ولكن هيرني غادي يبقى حدا الباب مخلوع ما قادش انه يتحرك اكسبيرينس غتبدا كتزعم فيه وكتقول ليه زيد تحرك زيد انا معاك ما تخافش غادي يجمع شويه تاع القوه وتاع الشجاعه وغادي يتم غادي حتى هو صابر وبغى يهرب خاف هذوك الخرفان يوليو زومبي وياكلوه غادي تلوحوا فوق الطوموبيله والشعير كان هو اللي بيسوق ولكن معاه باغي يعفط على الاكسيلاتور واحد الخروفه غادي تخشى ليه في الطوموبيل فاش تخشات الخروفه جاب فيها بانت ليه بلي عاديه قال هذا الخير هذا نتيوان ناكلوها نضربوها الشوا خلاها وتم غادي بقى عافط والخروفه حداه ولكن شويه هاد الخروفه هادي غادي تجهل بات اللحم غادي تلاح عليه غادي تبدا غير تعضو الخروفه ولات وحش فمها كبار وتلحت عليه الشعير بدا مدابز معاه كيحاول انه يدفعها ولكن البيبان كانوا مسدودين الطوموبيله غاده الخروفه غتلاح عليه على رجليه وغتعض ليه ديك الرجيله اخوان قبل ما نكملوا هذا الفيديو هذا بيت اي واحد دابا كيشوف من التلفازه من اي بلاصه يدير لنا لايك ويبارطاجي لنا هذا الفيديو هذا مع صحابه ويلا نكملوا الفيلم الشعير غادي يقدر انه يخرج من الداخل تاع الطوموبيله ويركب معاهم اللور ولكن واحد شويه غنشوفوا واحد اللحظه اللي غادي تصدمنا غنشوفوا بلي ديك الخروفه الوحشه غادي تسوق الطوموبيل غادي تخبط الفولون تاع الطوموبيله وما تخيلوش اش غادي دير غادي تحفظ على الاكسيلاتور الخروفه غتبان لها واحد الجبل وغتمشي تيشيتو وغادي تتم غدا عافطه ب 120 في اخر لحظه غادي يكون عندهم الزهر غادي تلاحوا من الطوموبيله الخروفه غادي تلاح من واحد الجبل وغادي تفرقع الطوموبيله وغادي تموت الطوموبيله دابا مشات غادي يضربوها كعبي على رجليهم غادي يتموا غاديين كيجريهم شويه الشعير كيحس بان رجليه كضرو الرجل اللي فيه عضات الخروفه كيحس بالصداع فيها غادي يحيد السبرجيله وهنا فاش غادي تصدموا كاملين غادي يلقى بلي رجليه ما بقاش رجل تاع بنادم غادي يلقى بلي رجليه ولات تاع خروفه غير كيشوف هذا المنظر مخلوع شاده القفقافه كيترعات غادي يدور وجهه حتى غادي يبان ليه شي 100 خروف جاهل زومبي جاي كيجري عندهم الارض فين كانوا دابا تعبات هيرني كاع ديك الفيرما تبارك الله تعبا غادي تم غادي كيجري وغادي يلقى بلي المختبر تاع خوه غادي يدخلوا ليه وهنايا فاش غادي تصدم غادي يلقى بان خوه كيدير شي تجارب اللي خطيره على الخرفان خو انكوس غادي يخشي فيهم وجههم وغادي يقول لهم شوفوا التجارب اللي كندير على قبل بنادم باش يعاودوا ياكلوا اللحم رخيص يعاودوا يضربوا مع مساجي اقتبانات تاع اللحم وطويجنات بثمن رخيص وحده من دوك الباحثين اللي كانت تماك مرة غادي تشوف بان داك الشعير رجليه تاع الخروف انا عارفوا بان داك الوباء تاع الزومبي شد فيه غادي تمشي تقبض واحد الشوكه اللي كبيره وغادي تضربها ليه في عنقو انغوس غادي يهز ديك البندقيه اللي كانت عند خوه وغادي يهزها وغادي يقول ليه شوف غتخرج انت واد صاحبتك اجي من هنايا راه غادي نبدا كنتيري كي غادي يخرجوا مخلوعين غادي يلقاو عاوتاني دوك الخرفان باقيين تيدوروا تماك جاهلين كيقلبوا على اللحم بطبيعه الحال ما عندهم فين يمشيو تما كاينين خلاعي الطبيعه هيرني غادي تفكر باللي كاين واحد البير تماك حفره غادي يجرى شي اكسبيرينس غادي يطلعوا في الحفره وغتبان لهم باللي غارقه بزاف ما يقدروش يتلاحوا فيها الخرفان ضروا بيهم ما عندوش فين يمشيو هيرني كان مخلوع بزاف من هذا المنظر اللي حداه هو اصلا عنده الفوبيا من الخرفان ما غادي يحس براسو حتى غتزلق ليه الرجل وغادي تطيح في ديك الحفره اكسبيرينس غادي تطلع عليه وغادي تقبضو ولكن ما غاتقدرش انه تقبضو السيد ثقيل تبارك الله وعامر والسيده ضعيفه غادي يطيح هو وياه فاش طاحوا في ديك الثقبه غادي يشموا واحد الريحه حاشاكم كاريه ريحه تاع الجيفه الحفره كانت عامره بالتجارب تاع انغوس كاع دوك الخرفان اللي كيموتوا ليه ودوك التجارب الفاشله كيلوحوهم في ديك الحفره غادي تمو غاديين تما كيقلبوا منين يخرجوا شي بلاصه يخرجوا منها يهربوا على هذا المونتيف اللي فيه دابا
غادي يوصلوا لواحد المخزن تماك، واحد الدويره، وغادي يتوضا ويغسلوا يديهم ووجههم. غادي يسمعوا واحد الصوت تاع بحال شي حاجه غريبه، بحال شي وحش كاين تماك ولا شي حاجه. غادي يشدهم الغرور بزاف، وغادي يدخلوا لديك الدار ديك المخزن كيقلبوا على هاد الصوت منين جاي، حتى غادي يشوفوا واحد المنظر اللي غادي يخلوهم بلوكين فيكسين بلاصتهم ما كيتحركوش. غادي يلقاو بان بنادم راس تاع خروف وحش واقف قدامهم. الوحش مع سمعهم بدا غادي كيجي جهتهم، عنده رجليه تاع خروف وراس خروف، ولكن بنادم هو كيبان. اكسبيرينس غادي تبدا كتشوف هاد الخروف اللي يجي جهتهم، كتشوف ليه داكشي اللي لابس، حتى غتعرفوا باللي صح باكراند. هذاك اللي عضو داك الخريف الصغيور في ودنيه هو اللي ولا وحش خروف. هي كتحاول تدوي معاه، كتقول ليه بلي انا صاحبتك، اش كدير، اش بغيت تاكلنا ولا اش بغيتي دير، ولكن هو مابقاش في هذا الوعي، هو كيبان ليه اللحم. مع غادي يشوفوا بان هذاك صافي بيا كلهم جاي ليهم بيقسيهم، غادي يعفطوا، غادي يسدوا عليه شويه. غادي يدونا المختبر وغادي يبان لنا باللي صاحب هيرني ولا وحش حتى هو بدا كيتحول، ولكن ديك الدكتوره اللي كاينه تما غادي تدك ليه واحد الشوكه اخرى. وهنا فاش صاحب هيرني غادي يرجع عادي، بنادم عادي. انا عرفت بان ديك التجربه اللي كدير دابا راه غادا مزيان. الطبيبه غتخرج كتجري فرحانه، كتقلب على داك المدير تاعها انغوس، غتخرج للخارج كتقلب حتى غتلقى صاحبها الطبيب مشرشم. دوك الخرفان كالوه، الخرفان كانوا في كاع ديك البلايص تماك. ما غادي يشوفوها غادي تمو غادي كتجري مستيه، ما رجعاتش فين كانت، تما خارجه للغابه كتجري وهي ما مترينياش، ما كتجريش مزيان. المشكل في هادشي كامل هو انها لابسه الطالون غادي تهرس ليها وغادي تطيح، والخرفان غادي يدوروا بها وغادي يبداو كيقسيوها. واحد شويه غادي تدونا الانغوس خونا اللي داير كاع هاد المشاكل، معيط على بزاف تاع المستثمرين وكيوريهم التجربه اللي كيدير باللي غادي يعاود يطلع خرفان متحولين بثمن رخيص. توريهم سلاله جديده تاع الخرفان اللي وصل ليها، وقول لهم بلي هاد الخرف هذا راه طالع غير ب 200 درهم، لا غير عليه مسكين، كلشي غادي يولي شابع في كرشو. المستثمرين اللي كانوا تماك فاش شافوا سمعوا 200 درهم فرحوا، كلشي بدا كيصفق والهمزه هادي، كلشي غادي يولي واكل شارب بخير. هاد الخروفه اللي غادي يحل عليها غادي تبدا كتبعبع، بدات كتبعبع وكدير واحد الصوت اللي غريب بزاف، كتعيط لصحابها. شويه غادي تمو جايين الاف الخرفان جاهلين، خرفان زومبي بول اللحم. هذوك الخرفان ما كانوش عاديين، كانوا كيجروا بواحد السرعه اللي كبيره، كلشي تخلع كيقول اش هادشي، واش الزنزال ولا اش واقع. حتى غادي يدوروا غادي يبان لهم بزاف تاع الخرفان جايين، بغاو يعلقوا يهربوا، ولكن اش بيه يهربوا، خاصهم يكونوا اكثر من العويطه. الخرفان كيجريو دغيا طلعوا عليهم وبداو كياكلوا. من بعيد كيبان هيرني واكسبيرينس شافوا هادشي اللي وقع، شافوا كاع دوك الناس اللي ماتوا، عرفوا بان القضيه حامضه بزاف وخاصهم يعلقوا، خاصهم يعفطوا من هاد البلاصه هادي، لا حتى هما غادي يموتوا. غنشوفوا داك انغوس خو هيرني من هاد المشاكل كامله، تخروف ما هاجم عليه، بقى واقف الخرفان كيشوفوا فيه وما هجموش عليه. هنايا فاش غادي يشوف في يديه وغادي تصدم، فاش غادي يعرف بان يديه مابقاش عاديه ولا تاع خروف. هنايا فاش غادي تفكر باللي فاش كان غادي في الطوموبيله كرانت وقف ليه وانغوس خرج يشوف مالو اش بغا. ديك الساعه كرانت باقي ما تحول كامل، باقي كيدوي. انغوس غادي يبدا كيدوي معاه وغادي يشير عليه بصبعو وغادي يقول ليه انت غتبالك من هنايا. كرانت معاه غادي يشوف داك الصبيع دار بحال هكا بنين وزويون فيه اللحم، غادي يطلع عليه وغادي يعضو فيه. غادي يرجعوا لانغوس هو كيشوف في يديه وعرف بانه حتى هو تصاب بهذا الفيروس وقريب غادي يولي زومبي، ولكن الامل تاعو ما غادي يحبسش هنايا. السيد كان يبغي يخدم، بغى يطور البشريه. الخروف اللي كان حول غادي يدخلوا لواحد البيت وغادي يعنقوا. هنا غنشوفوا ديك السيده الكبيره اللي ساكنه مسكينه في ديك الفيرما، كطيب مسكينه وكتعاون داك انغوس، وكفات حدا هيرني واكسبيرينس وكلا خسرت عليهم، قالت لهم طلعوا يلا نهربوا، عارفه بلي حتى هي واقع مشكل كبير هنايا، ولا بقات هنايا الخرفان غادي يقسيوها. غادي يوصلوا بالليل لواحد البيت اللي كان كبير وبعيد على الفيرما، غادي يمشيو للتليفون بغاو يدوروا، ولكن ما غادي يلقاوش الريزو، بغاو يدوروا للبوليس يشوفوا كيفاش يديروا هذا الحل، بغاو يهربوا. شويه غادي يبان لنا كراند صاحب اكسبيرينس الوحش العملاق تابعهم وبغى ياكل، غادي يضرب هيرني بالصرفيقه وحده وغادي يشير به 3 متر. يعني السيد صحيح ولا قبضوه ما غادي يقسيهم. صاحبته اكسبيرينس غادي تجيب واحد الحديده ماضيه وعرفت النقطه تاع الضعف تاعو فين كاينه، هي في عنقو، وغادي تعطيه لعنقو. مع ضربته لعنقو هي عارفه النقطه تاع الضعف تاعو، داك الوحش غادي يطيح وغادي ينعس. الوحش غادي يفقد الوعي تاعو، قالت ليه بلي راه ما يبقاش هكا مده طويله، راه قريب غادي يفيق وغادي يقسينا. غادي نشوفوا باللي خارج البيت فين كانوا الاف تاع الخرفان جايين كيجريو عندهم، بغاو ياكلوا، كيشموا ريحه اللحم، يعني كاع الناس اللي كانوا تماك ماتوا. دوك المستثمرين اللي كانوا تما وكاع دوك الناس بداو كيتحولوا لوحوش، وحتى هما راه جايين كيبانوا لنا خرفان واقفين على رجليهم وجايين كيقلبوا على اللحم. فاش حسوا بالخطر وخرفان داروا تماك غادي يسدوا كاع الشراجم والبيبان. الحل الوحيد اللي عندهم دابا هما يدوروا البوليس ويجيو يعاونوهم، يجيبوا الهليكوبترات وبداو كيقتلوهم. هيرني كان الدار تاع باه الله يرحمه هادي غادي يطلع لفوق البيت تاع خو انغوس، يبغى يقلب على شي تليفون،
حتى غادي يلقى انغوس خو تماك، ما غيلقاش راسو في التليفون، غيدوي مع خو انغوس وغادي يقول ليه شي انت حمق، انت راه فروحتي، اش علاش كدير انت هنا. غادي يلقاو بان عدد الخرفان غاديو كيتزادوا حدا الدار، كاع الخرفان اللي كانوا تماك في عشرات الكيلومترات ولاو متحولون وجاو تما كيقلبوا على اللحم. هنا فاش غادي يبان لهم انغوس خارج من الدار مع الخروف تاعو، وحتى شي خروف من دوك المتحولين ما كيتلاحوا عليه. هيرني غيدوي معاهم بجوج وغادي يقول لهم راه غادي بالطياره تاعو غادي بيهرب، خاصني نحبسو، خاصني نخليه يهرب. طبيعه الحال خاصهم يتحركوا دابا في اقرب وقت، خاصهم يديروا شي حاجه، ما خاصهمش يبقاو جالسين تماك. هيرني غادي يبدا كيدوي حتى غادي يلاحظ بانه عنده واحد الجرحه في يديه كضر، وغادي يعرف بان الوحش جراند اللي تحول عضو في يديه، عرف راسو بانه قريب تا هو غادي يتحول، وبلي الخرفان ما غادي تجيوهاش فيه، غادي يتغلب على داك الرعب اللي كان عنده تاع الخرفان، وغادي يلبس واحد البطانيه تاع الخروف وغادي يتم غادي كيحبوا حداهم، وحتى شي خروف ما داه فيه، تم غادي كيحبوا عند خوه باش يحبسوا انه ما يطيرش بالطياره. غادي يجري واحد الخروف وغادي يبدا كيلعب معاه من اللور، غادي يضربو، غادي يتخلع هيرني وغادي ينوض وخاف ان الخرفان يهجموا عليه، ولكن حتى شي خروف من هذوك ما داوها فيه. غادي يشوف الجرحه اللي في يديه وبدا كيخرج منها الزغب، يعني قريب حتى هو غادي يتحول. كاع الخرفان اللي كانوا تماك كيشوفوا هيرني دابا كانهم واحد منهم، وحتى هو زومبي. فهاد الوقيته كنشوفوا خو وصل الطياره ونوضه وعينيه بداو كيتحولوا، بدا كيولي زومبي. فاش هيرني غادي يوصل عند خو حدا الطياره غادي يلقى بان خو صافي تحول ولا وحش. انغوس غادي يهجم على خوه هيرني، وهيرني كيحاول يدوي معاه، تيقول ليه بلي انا خوك اش كدير مسخوط الطواليجين، خرجتي عندنا وخرجتي على راسك. ولكن بطبيعه الحال كاع الهضره هادي خاويه، السيد صافي ولا وحش ما عرفش كيدير. هيرني لقى الحل الوحيد هو انه يعلق يعفط، حيت بقى مع خوه تماك راه غادي ياكلو. خرج على راسو وبيخرج على كاع العالم هذا، غادي يخرج يقلب على راسو، يقلب على ديك الطياره، بغى يعلق هو وديك البنت وديك المراه الكبيره، حتى غادي يبان ليه واحد الكلب كينبح. شويه هيرني غتبان ليه الطياره كتحرك، واش هي شيتو؟ شكون اللي كيسوقها؟ واش خروف اللي كيسوقها ولا اش؟ الكلب مع جا في الطياره جايه عافطه جهتو غادي يعلق، وهيرني غادي يبقى كيشوف. شويه غادي يبان خوه جاي عنده تابعو بغى ياكلو، خو كان تحول ولا صافي خروف، ما غادي يبغي يطلع عليه، الطياره غادي تدوز من حداه وغادي تشرشم ليه ظهرو وكتفو. شويه غادي يبان صاحب هيرني جاي فوق واحد الكواز، جاي فرحان، اخيرا ما بقاش زومبي، ما بقاش خروف، واز مع داك اللقاح فوق دورو وجاي وكان فرحان. مع شاف صاحبو هيرني غادي يخشي ليه واحد اللعيبه في فمو وغادي يرش ليه. هيرني غادي يترعد واحد شويه، هادشي اللي كيبان بانه كان غادي يتحول زومبي، حيت كانت عنده العضه في يديه، غادي يتحول العضه غادي تمشي وغادي يولي انسان عادي. دابا المشكل هو هاد الخرفان كاملين اللي عندهم كيفاش غادي يديروا حتى غادي يقتلوهم، كلهم متحولون. واحد شويه صاحبي يرني بكل صراحه غادي يشوف بان داك الخرفان البعدات تاعو المصارن ما تحملاش داك اللحم اللي كياكلوا، كلهم كانوا اللحم، وفاش كانوا اللحم حاشاكم بداو كيتنفسوا. هنا صاحبي يرني كانت غتجي الفكره انه يشعل الوقيته ويفرقعوا، داكشي اللي غادي يجي الفكره تاعو كانت صحيحه، ما غادي يشعل ديك الوقيته وغادي يلوحها، كاع دوك الخرفان غادي يتفرقعوا. واحد الانفجار عملاق غادي يتلاحوا هما كاملين، وكاع دوك الخرفان تقريبا اللي كانوا تماك ماتوا. غادي يصبح الصباح وغادي يبداو كيدوروا كاع دوك المستثمرين اللي كانوا تحولوا ولاو خرفان، بداو كيرشوا ليهم ديك اللعيبه على فمهم باش يرجعوا كما كان. حتى جراند صاحب اكسبيرينس غادي يرجع انسان عادي وكان فرحان. فاش كلشي كان فرحان وكيضحك، الكلب تاع المزرعه غادي يبدا كيبعبع. هنا كيبان لنا بان داكشي اللي جاي من بعد شي حاجه اللي مرعبه اكثر. خليو لنا لايك وكومونتير واشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.